شوية سمك لسه بصوا بيلعبطوا كده خلينا مبطرفين، هنشويهم بقى على الركي. الكركر ده انا مش عارفه اسمه ايه. شوية سمك طازة كده هنشويهم معاكم على الركي دلوقتي. شوفوا بقى كله بيلعبط اهو. يلا بقى اللي محطش لايك لحد دلوقتي، وصلت لحد هنا ومحطتش لايك حط لايك كده وحط اشتراك لو مش عاملين اشتراك. لزوم السمك ده هنجيب ايه، قرنين فلفل كده حرقين كده من اهو بس يا دولت في تناوت، بس احنا ايه هنستكفى بدولت اهوت. في تناوت اهو عشان بقى نحطهم ايه على السمك المشوي. يلا بينا. عندنا شوية خضرة اهو، عندنا شوية خضرة على الايه على السمك المشوي. يلا بينا. بس اسيب لي كمان اهو جربيه، نجيب كمان من الارض في كل حاجه اهو. ده الحمام بتاعنا. ننزل بقى نغسل الحاجة ونوضب حالنا كده. وكم يا رب قلت أتوب والأموال تغلبني، وكم يا رب قلت أتوب والآثام تعصبني، وكم يا خلاص الصينية سخنت اهي. هنحط السمك بقى، حط السمك بقى يا خالد. حط الجرنوط، حط ده كراكير دي ولا ايه؟ كنت موطيها الاول يا ولاد. احنا طبعا ما عندناش حسابنا فما عندناش رداده. احنا ما عملناش حسابنا فما معناش رداده، فهنضطر ناكله كده بقى. صغير بس ميزته انه مرطب.
الإسلام، وبعد أن عشنا مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، نقدم لكم الآن جانبا من دعاء للشيخ إبراهيم جلال. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا. خد قلبها بس لسه مش بتطلع دلوقتي. طفوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل. يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل. أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. أيها الإخوة المؤمنون، الصحابي الجليل خالد بن الوليد سيف الله، هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بهرت عبقرية خالد قادة الروم، حتى دعاه أحدهم يوما فقال: يا خالد اصدقني، فإن الحر لا يكذب. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك إياه فلا تسله على أحد إلا هزمته؟ قال خالد بن الوليد رضي الله عن الصحابة أجمعين: لا. فقال قائد الروم: ففيما سميت سيف الله؟ قال خالد بن الوليد: إن الله بعث فينا رسوله، فمنا من صدقه ومنا من كذبه، وكنت في من كذب، حتى أخذ الله قلوبنا إلى الإسلام وهدانا برسوله. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنت سيف من سيوف الله، وهكذا سميت سيف الله. قال قائد الروم: هل لمن يدخل الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟ قال خالد بن الوليد: نعم. فقال القائد: علمني الإسلام يا خالد. قول انت بقى. أيها الأحبة الأكارم، عندما فتحت قبرص وحملت الغنائم إلى المدينة المنورة، رأى الناس الصحابي الجليل أبا الدرداء رضي الله عن الصحابة أجمعين يبكي، فدهشوا لذلك، فتقدم جبير بن نفير وسأل أبا الدرداء: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال أبو الدرداء: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله،
إذا هم تركوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، ما أجمل هذا الفهم من الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عن الجميع عن ربط أمور الخلق بعلاقتهم بالخالق سبحانه وتعالى، فإذا انشغلوا بطاعة الله عز وجل كفاهم الله أمور الدنيا. إن الله يعطي الذاكرين أفضل مما يعطي السائلين. بذكر الله تنشرح الصدور، وفي تقواه إشراق ونور، وذكر الله فيه عظيم أجر، وفي مرضاته خير وفير. أيها الإخوة المؤمنون، المعصية تجعل الإنسان هينا على الله عز وجل، وشؤم المعصية يؤثر على الفرد والمجتمع والأمة. ففي شأن الفرد يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. أخي الكريم، لكل ذنب أثره السيء، فأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، والظلم يؤدي إلى فقدان الأمن في المجتمع، وضياع الأمانة يؤدي إلى الانهيار. واعلم يا أخي إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يا رب طهر قلوب المؤمنين من العداوة والحسد، وافتح لنا باب الرجاء، وهب لنا منك الرشد. أيها الإخوة المؤمنون، دخل شقيق البلخي على إبراهيم بن أدهم فقال له: كيف تركت أصحابك يا إبراهيم؟ قال إبراهيم بن أدهم: تركتهم إن أعطوا شكروا، وإن منعوا